دي طاسة كبدة بلدي بالزبدة، وصفة تبان بسيطة لكن بملاحظات صغيرة هقولكم عليها هتخلي الطاسة دي زي اللي بتتجننوا عليها في المطاعم. فيلا ندخل في الوصفة على طول. بس الأول لو أول مرة تشوفوني أنا سارة هلال، متنسوش تعملولي لايك وتتابعوني لو الوصفة دي عجبتكم. عندي طاسة على النار هضيف عليها معلقتين من الزيت ومعاهم مكعب من الزبدة، ونتوصى بالزبدة شوية لان دي اللي هتخلي معانا الكبدة طرية. بعد كده هنزل بالكبدة اللي متقطعة شرايح شبه رفيعة، هوريكم التقطيعة المظبوطة بتاعتها بس تكملوا معايا. المهم اول ما هنزل بالكبدة هوزعها في الطاسة ومش هقلبها غير لما تغير لون من تحت ويبقى شكلها كده، وده علشان ما تنزلش سوائل كتير. بعد شوية الزبدة هتبقى عملت صوص كده لونه بني، وده الطعم كله بيبقى فيه. فما نستناش ان الكبدة تنشف السوائل اللي فيها للاخر خالص علشان ما تنشفش. وفي الوقت ده بقى هنزل عليها بالفلفل الاخضر المتقطع وفلفل كمان احمر، وهضيف معلقة من الثوم المفروم وكمان معلقة من الملح والفلفل الاسود. واهم بهار في الوصفة دي هي الكزبرة الجافة وكمان رشة من جوز الطيب. هديلهم تقليبة كده وخلاص الكبدة بقت جاهزة معانا. عارفين بقى الأحلى في الوصفة دي لو تحطوا معلقة كده من هريسة الشطة هتبقى خطيرة. أنا ما قدرتش أحطها عشان الولاد. شوفوا شكلها وريحتها تجنن. قطعة الكبدة مستوية وبتتقطع معاكم بمنتهى السهولة، ما بتشدش أبدا، وده هو السمك المطلوب. كمان مهم في الكبدة لو احنا جايبينها سليمة وانتوا اللي هتقطعوها ان انتوا تشيلوا الغلاف الشفاف اللي بيكون من بره، عشان ده هيخليها تشد معاكم وتقوص. والطبيعي بقى جنب الطاسة دي ان يبقى فيه سلطة طحينة، بس انا حبيت اغير واعمل جنبها سلطة بتنجان جميلة جدا. هنزل لكم طريقتها في ريل تاني علشان ما اطولش عليكم. وما اقول لكمش بقى الميكس ما بين الكبدة والبتنجان مع قطمة كده من الفلفل الاخضر رهيبة رهيبة. لازم تجربوها بنفسكم وتقولوا لي رأيكم. لو عجبتكم الوصفة دي متنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني وتعملوا لها شير. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.